السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في الهلال اليوم. أحدث أخبار الزعيم هنا. اشتركوا وفعلوا الجرس وخلونا ندعم الهلال مع بعض. يلا نبدأ. مالكم يحرج الاتحاد. يواصل مالكم تألقه مع نادي الهلال، حيث أظهرت إحصائيات الموسم الحالي أنه أكثر لاعب ساهم ضد نادي الاتحاد، حيث سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. إليكم تفاصيل مساهمات مالكم ضد الاتحاد. أكثر ناد ساهم ضده مالكم مع الهلال 9 مساهمات. أكثر ناد سجل ضده مالكم مع الهلال 6 أهداف. المباريات القادمة تحدد مصير إنزاغي مع الهلال. أكد الإعلامي حامد القرني أن فريق الهلال يعاني في كل الجبهات، سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع، مشيرا إلى أن المباريات القادمة ستكشف ما إذا كانت الإدارة ستتخذ قرارا شجاعا بشأن مستقبل المدرب سيموني إنزاغي. قال القرني: التعاقدات من الصيف بنيت على مباريات خروج المغلوب، وكأن المدرب يفكر في بطولة النخبة، والدليل التعاقد الأخير مع الكارثي بابلو ماري. فريق يلعب مباراة مفصلية بدون مهاجم بديل. الاتحاد كاد يخطف الفوز لولا مشيئة الله ثم تألق حسان. إنزاغي ناجح دفاعيا سابقا، حاليا الفريق يعاني هجوميا ودفاعيا. هل يتكرر سيناريو تأخر إقالة جيسوس موسم الماضي ويخسر الفريق كل شيء؟ الإقالة قرار صعب حاليا، لكن المباريات القادمة هي من ستحدد بقاء المدرب من عدمه. الحل لدى إدارة الهلال الشجاعة فقط. بنزيما الأكثر إهدارا للفرص منذ انتقاله للهلال. سجل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما أعلى معدل لإهدار الفرص المحققة في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك منذ انضمامه إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الاتحاد. أظهرت الإحصائيات أن بنزيما أضاع 4 فرص محققة للتسجيل حتى الآن، مما يجعله أكثر اللاعبين فقدا للفرص منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأزرق. تعليق كونسيساو بعد تعادل الاتحاد في كلاسيكو الهلال. علق البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد على تعادل فريقه أمام الهلال بنتيجة 1-1 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. كونسيساو أكد أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال اللقاء، مشيدا بروح لاعبيه رغم الظروف الصعبة، وذلك خلال تصريحات صحفية قال فيها: لم تكن المباراة سهلة، خاصة بعد حالة الطرد التي حدثت في بداية اللقاء، لكنني أهنئ لاعبي فريقي على الأداء الرائع والروح الكبيرة التي ظهروا بها. نستعد لكل مباراة من أجل تحقيق الفوز، إلا أن النقص العددي أجبرنا على التراجع دفاعيا في فترات من اللقاء، ومع ذلك حافظنا على نزعتنا الهجومية وكانت فرصنا أخطر من فرص المنافس. هل طرد حسن كادش قرار صحيح؟ حسم الخبير التحكيمي جمال الغندور الجدل بشأن طرد حسن كادش لاعب الاتحاد في مباراة الفريق ضد الهلال ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي. وأكد الغندور في تصريحات لبرنامج المنتصف أن الحكم منح كادش بطاقة صفراء في البداية، لكن بعد مراجعة حكم تقنية الفيديو تم استدعاء الحكم لاتخاذ قرار الطرد، وذلك بعد التأكد من أن الحالة تمثل فرصة محققة لتسجيل هدف. وأوضح الغندور أن اتجاه اللاعب نحو المرمى ووجود المدافعين في موقع بعيد والسيطرة على الكرة بالإضافة إلى المسافة المتبقية جعل القرار التحكيمي بشأن الطرد صحيحا بناء على الاعتبارات التحكيمية ال4. أول تعليق من إنزاغي بعد تعادل الهلال مع الاتحاد. علق الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال على تعادل فريقه مع الاتحاد بنتيجة 1-1 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. إنزاغي اعترف بتراجع الأداء خلال الشوط الثاني، وذلك خلال تصريحات صحفية قال فيها: من الطبيعي أن نشعر بالغضب اليوم، قدمنا شوطا أولا مميزا وكان من المفترض أن نسجل أكثر من هدف.
في الشوط الثاني لم نظهر بنفس المستوى، وتمكن الاتحاد من تسجيل هدف، وحاولنا العودة في النتيجة لكننا لم ننجح. التحامات المباراة لم تكن في صالحنا، والاتحاد قدم مواجهة قوية وظل متماسكا حتى النهاية. سنقوم بتحليل اللقاء جيدا والعمل على تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة. جماهير الاتحاد: رحيل بنزيما قرار تاريخي، أخيرا الهدوء يعود للنادي. شهدت جماهير الاتحاد حالة من الرضا تجاه قرار إدارة النادي بالتخلي عن الفرنسي كريم بنزيما بعد ظهوره الضعيف في الكلاسيكو مع الهلال الذي انتهى 1-1، إذ اعتبرت رحيله عن العميد خطوة إيجابية بنسبة 100%. عقب الكلاسيكو أكدت الجماهير الاتحادية أن استمرار بنزيما مع العميد كان غير مبرر بسبب عدة عوامل، منها ما يلي: 1. تراجع مستواه الفني وعدم تأثيره الإيجابي في المباريات الكبرى. 2. افتقاده للانسجام مع البيئة المحيطة بالفريق، وهو ما تسبب في إحداث بعض الأزمات بينه وبين زملائه والجهاز الفني. 3. تصرفاته المتسلطة التي أضرت بسمعة النادي وأثرت على حرية عمل الإدارات المختلفة، إذ كان يرغب في التدخل بعملها بشكل مستمر. 4. راتبه الكبير مقارنة بما يقدمه من أداء، إضافة إلى رغبته في الحصول على عقد جديد بامتيازات غير مستحقة في ظل تراجع مستواه. جماهير الهلال تلوم إنزاغي. شهدت الحالة العامة لجماهير الهلال موجة من الغضب والاستياء بعد تعثر الفريق وفقدان صدارة الدوري السعودي عقب التعادل 1-1 في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد. تعجبت الجماهير من الأداء الغريب الذي ظهر به اللاعبين أمام مرمى الاتحاد، معتبرين أن فلسفة المدرب سيموني إنزاغي الزائدة تتحمل جزءا كبيرا من هذا التعثر، خاصة وأن الهلال ظل يلعب أكثر من 85 دقيقة ولم يستطع التسجيل ضد 10 لاعبين بعد طرد حسن كادش. وبحسب تعليقات الجمهور كان الإمكان حسم المباراة منذ البداية، إلا أن الاستهتار أمام المرمى حال دون ذلك، إضافة إلى فلسفة إنزاغي والتي كانت السبب الرئيسي في ضياع الفرص. نسخة استثنائية من عوار بعد رحيل بنزيما. رأي خاص بالناقد الرياضي فهد المحياوي. شكرا حسام عوار، شكرا لك لأنك كنت رجلا حقيقيا في الملعب. بعد خروج بنزيما كنا ننتظر نسخة مختلفة واستثنائية منك، وهذا أكثر شيء شاهدناه خلال الفترة الماضية. الاتحاد للشجعان، للأقوياء، لأصحاب الشخصية القوية، ولمن يلعبون بقلوبهم أكثر من أقدامهم. فخورين جدا بك. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تغطية شاملة لكل ما يخص الهلال. وقبل أن نودعكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.